تخيل انك بتلعب مع حد وبتبدأ الدور بدون ما تحفظ ولا نقلة واحدة بس معقدة، ومع ذلك انت محضر خطة هجومية قوية جدا ممكن تخليك تفوز بعد الافتتاح مباشرة. والأحلى من كل ده ان الافتتاح ده مش قدام افتتاح واحد، ولكن قدام أغلب الافتتاحيات اللي ممكن يلعبها الأبيض. تعالوا نتعلم مع بعض النهاردة أسهل افتتاح شطرنج اللي أنا شخصيا كنت بلعبه لما كنت لسه غير مقيم، ولعبت ساعتها قدام واحد تقييمه 2000، وقدرت ان انا افوزه بالافتتاح ده. في الاول بس افكرك انك تعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ على طول. طيب، اللي قدامي هيبدأ ازاي؟ اللي قدامي هيبدأ ان هو يلعب مثلا اول نقلة دي 4، ولكن مش ده بس الافتتاح الوحيد. ممكن يبدأ الدور ان هو يلعب سي 4 او يلعب نايت اف 3. ثلاثة من أكبر افتتاحيات الشطرنج الرد عليهم واحد وقوي وبدون حفظ. أنت هنا بتكمل إنك بتلعب أول ما بيلعب الأول دي 4، أنت بتكمل إنك بتلعب اف 5 الدفاع الهولندي. طيب هيكمل ازاي؟ هيكمل ان هو هيلعب سي 4، وهنا انا مش محتاج ان انا احفظ، انا بلعب نفس النقلات هي ايا كان خصم هيلعب ايه. هنبدأ نتكلم دلوقتي على النقلات اللي انا هحفظها، وبعد كده هبدأ بقى اوريك امثلة مختلفة على الخطط بتاعة الاسود وازاي الاسود عنده خطط هجومية قوية. طيب هنا بيكمل ان هو بيلعب سي 4، انا بلعب اي 6. بيكمل ان هو بيلعب نايت سي 3، وده الشخص اللي غالبا بيكون مش حافظ. بيلعب سي 4 ودي 4. ايا كان انت تلعب ايه، لو لعبت دي 5 او لعبت دي 6، هو بيلعب نفس الكلام هو تقريبا. في الموقف ده انا برشح لك انك ما تنتشرش بالحصان، ولكن الاول انتشر بالفيل. طالب انك في وقت من الاوقات تاكل فيل في حصان وتبوظ له البيادق. طيب بيكمل هنا ازاي؟ بيكمل ان هو بيلعب نايت اف 3، بيكمل عادي بفكره انك لو كلت فيل في حصان بياكل بالبيدق. بوظت له البيادق، ولكن على الاقل هو معاه فيلين مقابل انت معاك فيل وحصان. ولكن في الموقف ده عادي، انت بتكسر فيل في حصان، بتبوظ له البيادق. ولكن مش بس الهدف انك تبوظ له البيادق، الهدف كمان هو انك تسيطر اكتر على المربع ده. فهنا بتكمل انك يا اما بتلعب مثلا نقله زي البي 6 بيشوب بي 7 وتنتشر بالحصان، او انك تنتشر بالحصان على طول. في بعض الناس بيفضلوا ان هم ما ينتشروش بالحصان على طول عشان ما يجيش بالفيل رابطني، والحصان ده انا ساعات بستخدمه ان انا بنط في المربع القوي. ولكن انا هوريك ان ازاي نقله نايت اف 6 صح ونقله بي 6 صح. خلينا نبدا الاول بنقله البي 6. نقله منطقيه، بستنى شويه ان هو ما ينتشرش بالفيل. طبعا لو انتشر بالفيل برضو انا بنتشر بالحصان مفيش مشكله. ولكن لو لعب مثلا نقله زي الاي 3، فضل ان الفيل يبقى جوه سلسله البيادق، ممكن يفكر ان هو ينتشر بيه من هنا مثلا. ساعتها انا بكمل ان انا بلعب بيشوب بي 7. حتى الان انا مش حافظ اي حاجه، هي اف 5 اي 6، بخرج بالفيل ببوظ له البيادق، بعدين بي 6، وبعدين بنتشر بالحصان من الناحيه الثانيه. بيلعب بيشوب دي 3، بنتشر بالحصان. بيكمل ان هو يبيت قصير، ببيت قصير. بيلعب روك اي 1. تخيلوا نقله الروك اي 1 دي هي اكتر نقله ملعوبه في الموقف ده. بتبين لك ان ازاي ان الابيض في الدور ده مش فاهم اي حاجه تبع الخطه بتاعه الدور اصلا. لان روك اي 1 انت بتحضر انك تلعب اي 4 اللي هي اصلا استحاله تقدر تلعبها في الدور ده. انا اوريدي هنا مسيطر بالبيدق، بالحصان، بالفيل. 3 قطع مسيطرين على المربع ده. ومش بس كده، انا كمان بلعب لك دلوقتي الحصان هنا، فبالتالي ممنوع تماما انك تلعب لي نقله الاي 4. فبالتالي النقله دي ملهاش اي لازمه. بالعكس النقله دي كمان نقله اضعافيه، لاني لما الرخ مشيت فبالتالي بقى المربع ده ضعيف. ممكن في وقت من الاوقات ممكن افكر ان انا اضحي، ممكن افكر ان انا انتشر بالحصان من هنا، وساعتها ابقى ضاغط اكتر على البدء اللي في مربع الاف 2. يبان ان الوضع هادي وان مفيش اي هجوم، ولكن بسهوله جدا بعد كام نقله هتلاقي الابيض بيخسر الدور لو غلط. هنا بيكمل طبعا الابيض ان هو بيلعب كوين سي 2، لان طبعا انا طالب ان انا اكل حصان في بيدا، فبيلعب كوين سي 2 بيدافع عن البيدا. وهنا برضو بكمل في الخطه بتاعتي. يعني احنا حتى الان شفنا الاف 5 والاي 6 فيل، وبعدين اكل فيل في حصان بي 6 بيشوب بي 7. ودلوقتي انا مش بينفع ان انا انتشر بالحصان من هنا، هي القطعه اللي فاضله لي في الانتشار هي الحصان. مش بينفع ان انا اعمل حاجه زي كده، لان هو طبعا الحصان لما بيقف هنا بيقفل الطريق على الحصان، فبالتالي ممكن يفكر ان هو ياكل فيل في حصان. فلا، انا بلعب دي 6 عشان انتشر بالحصان من هنا. وفي نفس الوقت نقله الدي 6 بتفيدني ان الحصان بتاعه ما بينطش في المربع القوي ده. فبالتالي انا دلوقتي عايز العب نايت دي 7، عايز انتشر بالحصان من الناحيه الثانيه. طيب بيكمل هنا ان هو بيلعب نايت دي 2. طيب ايه الفكره من نقله النايت دي 2 اللي هي بالمناسبه برضو اكتر نقله ملعوبه في الموقف ده؟ الفكره ان هو الراجل عنده هدف واضح، هو جاي بالرخ، جاي بالوزير، جاي بالفيل، عايز يلعب نقله الاي 4، بس هو حاسس ان هو مش قادر ان هو يلعبها.
فبالتالي عايز يمشي بالحصان، لو سمحت امشي بالحصان بتاعك عشان اقدر ان انا احقق نقله الاي 4. لاني لو نجحت، وده مش هيحصل، ان انا العب نقله الاي 4، ساعتها البدء اللي في الاي 6 هيكون ضعيف. ولكن المشكله انك انت مشيت بالرخ من جناح الملك، ودلوقتي كمان مشيت بالحصان من جناح الملك، فده بينبئ ان في خطر قوي، لان في الموقف ده انا بكمل ان انا باكل حصان في بيدق مباشره. تخيلوا نقله غير دقيقه مع نقله بلندر، خلاص انا بكسب الدور من الافتتاح. احنا حاليا بنلعب في النقله ال11. طيب حصان في بيدق، ايه الفكره منها؟ الفكره انك انت لما مشيت بالوزير وجيت بالرخ من هنا، الرخ هنا بقت مش محميه. طيب بتكمل انك بتاكل بالملك. طبعا لو ما اكلتش بالملك خلاص انا ممكن ابسط حاجه اكل حصان في فيل، او ممكن كمان افكر ان انا يعني اكمل هجوم، ان انا ارجع بالحصان او ان انا اطلع بالوزير، فبالتالي لسه الهجوم اصلا مكمل. لو فكرت انك تاكل ملك في حصان، بكمل ان انا بخرج بالوزير بكش ملك. وهنا انت الخيارات قدامك قليله جدا وكلها غلط. يعني مثلا لو فكرت في الموقف ده انك ترجع مثلا بالملك تدافع عن البيدق، طبعا نقله عبقريه، ولكن طبعا المشكله انك هتسيب الرخ ببلاش، هاكل الرخ وطبعا خلاص انا بكسب الدور. ولو فكرت في الموقف ده انك تلعب مثلا نقله زي كينج اي 2، انك تمشي بالملك بحيث تفضل حامي الرخ بتاعتك، ساعتها انا بكمل ان انا بمشي بالوزير بكش ملك. طبعا لو رجعت بالملك خلاص انا باكل وزير في بيدق بكش مات في حمايه الفيل. ولو فكرت انك تغطي بالحصان، فانا باكل وزير في بيدق بكش ملك، تمشي بالملك، بعدين باكل فيل في حصان. اوريدي في الموقف ده انا كسبان بدقين، بالاضافه ان لسه الهجوم مكمل وخلاص انا بكسب الدور. ولو فكر في الموقف ده بعد نقله الكوين اتش 4 كش ملك ان هو ما يمشيش بالملك، ولكن يلعب مثلا نقله زي الجي 3 بحيث يقفل الوتر تماما. المشكله ان هو لما لعب الجي 3 هو ساب البيدق مش محمي وكمان بكش ملك، ساعتها انا باكل وزير في بيدق بكش. واول ما تفكر انك تنزل بالملك ما عندكش حل تاني، ساعتها انا باجي بالوزير وبديك كش مات. ولكن مش شرط ان الابيض يلعب كده، بالرغم ان دي اكتر النقلات اللي ملعوبه او اكتر نقله بيلعبها الابيض هي النقلات دي، ولكن مش شرط ان هو يعمل كده. فبالتالي انا محتاج اعرف ايه افضل خطه ليا بالاسود. لو فكر ان هو يلعب الدي 4، زي ما قلت لكم انا بلعب اف 5، بيلعب سي 4، بلعب اي 6، عشان اول ما بينتشر بالحصان انا باجي على طول بالفيل ربط الحصان بتاعه. يفكر ان هو يلعب نايت اف 3، فانا على طول باكل فيل في حصان عشان ابوظ له البيادق. وفي الموقف ده انا قلت لك ان دايما الافضل هو انك تلعب بي 6 عشان تنتشر بالفيل، وتستنى لما يلعب الاي 3 عشان الفيل ما يخرجش ويربطك. ولكن لا، مع ذلك برضو انا في الموقف ده ممكن العب نايت اف 6 واستدعيه ان هو يجي يربطني، لان الرابطه مش خطيره. يعني لو فكر ان هو يربطني، فعلا هنا لما هو ربط دلوقتي نقله الاي 4 بقت اسهل شويه، ولكن الكلام ده كلام نظري، مش ده اللي بيحصل في الدور. بالعكس الفيل ده بيكون اضعاف. ازاي؟ انا بكمل هنا بنفس الطريقه بدون اي حفظ، بلعب برضو نقله البي 6، يلعب اي 3، بيشوب بي 7، بنتشر بالفيل، بيلعب بيشوب دي 3، بعدين بكمل ان انا ببيت قصير، بيبيت قصير. وهنا انا طبعا عايز امنعه ان هو يلعب نقله الاي 4، بس طبعا المشكله هنا ان الحصان مربوط. فبالتالي النقله المنطقيه بتاعتي هي ان انا العب كوين اي 8، امشي بالوزير، اقول له دلوقتي الحصان ما بقاش مربوط، في اي وقت تفكر انك تاكل فيه الحصان عادي انا باكل بالرخ، والرخ بتلف والوزير بيجي وعندي هجوم قوي على الملك. فبالتالي انت مش عايز تاكل فيل في حصان، والا بتساعدني في الهجوم بتاعي، وفي نفس الوقت الفيل بيكون vulnerable يعني عرضه للخطر. اول ما بلعب نقله الكوين جي 6 ببقى ضاغط على الفيل، طالب ان انا في وقت من الاوقات اكل الاول فيل في حصان، اشيل القطعه المدافعه عن الفيل، طالب وزيرك، فبالتالي بتاكل وزير في فيل، والنقله اللي بعديها باكل وزير في فيل وببقى كسبت قطعه. فبالتالي بتبدا تفكر هنا بالابيض ازاي ان انا ممكن احاول ان انا اخفف الضغط على الفيل بتاعي، امنع ان الوزير يجي من هنا او ان الوزير يجي من هنا، فبالتالي يبقى مفيش ضغط على الفيل بتاعي. فبتبدا تفكر انك تنط بالحصان، لو سمحت ممنوع انك تجيلي بالوزير من هنا، وممنوع انك تجيلي بالوزير من هنا. ولكن على عكس تفريعات تانية من الدفاع الهولندي اللي انا بلعب فيها F5 وبلعب فيها E6 D5 C6 او اللي بنسميه ستون وول داتش، لا، في التفريع التاني بيكون شويه المربع ده ضعيف، فممكن تفكر انك تعمل حاجه زي كده. ولكن المره دي انا مش لاعب الستون وول داتش، لا، في الموقف ده الحصان ده اصلا هنا ممكن بسهوله جدا العب D6 اطرد الحصان، انت مضطر انك ترجع تاني بالحصان. وهنا انا ممكن اكمل مباشره في الخطه بتاعتي،
او كمان عندي نقله اقوى، وهي ان انا العب نايت دي 7، ما اخرجش بالوزير عشان استفزك على طول انك تاكل وساعتها اكل بالرخ. لا، انا بخرج الاول بالحصان عشان يحمي الحصان بتاعي، عشان لما اجي بالوزير استفزك انك تكسر فيه الحصان، ساعتها انا باكل بالحصان وابقى شغلت الحصان بتاعي في نقلتين لافضل مكان او في 3 نقلات لافضل مربع في الرقعه. بتكمل انك بتلعب روك اي 1، ودي اكتر نقله بتتلعب، وبتبين لك ان الابيض في الموقف ده هو مش عارف ان نقله الاي 4 النقله دي اصلا عمرها ما بتتحقق في الدور ده، لان انا لاعب اف 5 والحصان والفيل، استحاله تلعب نقله الاي 4 في الموقف ده. بكمل هنا في الفكره بتاعتي وهي نقله الكوين جي 6. دلوقتي انا ضاغط على الفيل، عايز ان انا النقله الجايه اكل فيل في حصان، تاكل بالوزير بعدين باكل الفيل بتاعك. فهنا انت ما عندكش اي حل غير انك تاكل فيل في حصان. لو فكرت طبعا انك ترجع بالفيل، فعلا انت حافظت على الفيل بتاعك، ولكن السؤال المهم هل الفيل هنا هيكون قوة ولا نقطة ضعف برضو؟ لا، الإجابة ان هو هيكون نقطة ضعف، لأني ممكن أفكر ان انا اجي بالرخ من هنا، ممكن أفكر ان انا ازيح البيدق، طالب ان انا ازيح، وطالب ان انا ممكن اجي بالوزير اضغط تاني على الفيل بتاعك، طالب ان انا ازيح البيدق اللي بعده. فبالتالي بتلاقي ان الفيل ده اللي عمال تهرب بيه عمال يتطارد، فلا بتفكر انك تاكل فيل في حصان، ساعتها انا باكل بالحصان. فبالتالي خروج الفيل ربط الحصان مش عائق بالنسبه لي، بالعكس انا بلعب كوين اي 8 كوين جي 6، وهو بيضطر اجلا ام عاجلا ان هو يكسر فيل في حصان. ودلوقتي بيكتشف هنا الابيض ان نقله الاي 4 مش ممكنه، اوريدي المربع ده ممسوك بكل القطعه دي، فبالتالي ما تقدرش ابدا انك تلعب نقله الاي 4. وهنا بيبدا يفكر الابيض، ودي برضو اكتر نقله ملعوبه، ان هو يلعب نايت اتش 4. لو سمحت هات الوزير بتاعك، ساعتها انا بمشي بالوزير، ولو رجع بالحصان بتاعه فانا ممكن افكر ان انا اكمل في الخطط، ان انا اجي بالرخ انط بالحصان العب اي 5، او ان انا في وقت من الاوقات الف بالرخ من هنا. ولو فكر ان هو يلعب جي 3 زي برضو ما اكتر نقله ملعوبه، ساعتها انا بلعب جي 5. ازاي ممكن اعمل حاجه زي كده واضع في الملك بتاعي؟ يعني ممكن ناس كتير منكم يرفضوا نقله زي كده، ولكن لا، طول ما المركز لسه، يعني هو هنا حاليا المركز مش مقفول، ولكن انا عندي حالتين ممكن افكر ان انا افتح فيهم الجناح لو المركز مقفول، يعني البيادق لازقه في بعض، او الحاله الثانيه ان يكون المركز شويه هادي، يعني مفيش هجوم سريع على المركز بتاعي. لا، المركز هنا شويه شبه هادي. نقله الاي 4 مش سهل ان هي تتحقق، نقله الدي 5 انا ممكن في وقت من الاوقات ازيح البيدق واقفل الدور، بالاضافه اني الدي 5 دي انا باكل بيدق في بيدق، فبالتالي المركز شبه هادي. فهنا نقله الجي 5 الهجوم سريع جدا، مش تلحق تستفيد بضعف ملكي، تفكر انك ترجع بالحصان. باجي بالوزير، لو سمحت دلوقتي انا طالب ان انا اديك كشمات، تفكر انك تلعب اف 3، ولكن خلاص انا بكسب الدور ان انا بنط بالحصان، لو سمحت هات كشمات. ولو فكرت انك تاكل الحصان وما عندكش حل تاني، ساعتها انا باكل وزير في حصان وبديك كشمات. ولكن مش شرط اني اصلا الابيض يسمح لي ان انا في بدايه الدور اخرج بالفيل واكسر فيل في حصان وابوظ له البيادق. ازاي الكلام ده؟ يعني ممكن مثلا بعد نقله الدي 4 انا بكمل في نفس الفكره، ان انا بلعب اف 5 يلعب سي 4، بلعب اي 6، بيلعب فعلا نايت سي 3. ولكن في الموقف ده اول ما بخرج بالفيل بقول له لو سمحت دلوقتي انا طالب ان انا اكل فيل في حصان وابوظ لك البيادق بتاعتك. ممكن يفكر هنا ان هو يا اما يخرج بالوزير هنا ان هو طالب الفيل وحامي الحصان، او ان هو يكون راجل اهدى شويه ان هو يلعب كوين سي 2 ويحاول ان هو يدافع عن الحصان بس ما يضغطش على الفيل. ولكن يمكن من النقلات المشهوره للمبتدئين ان هو يلعب كوين بي 3، نقله قويه. لو سمحت دلوقتي انا بنتشر بالوزير بتاعه وفي نفس الوقت هات الفيل بتاعك. ولكن في الموقف ده انا بعمل فخ قوي لخصمي، ان انا بلعب هنا A5 بزيح البيدق، بحمي الفيل بتاعي. مبدئيا النقله دي مفيده، لاني بعد شويه زي ما هنشوف شويه قدام في الفيديو اني من ضمن الافكار للابيض ان هو يلعب A3 وB4 ويحاول ان هو ياخد مساحه في جناح الوزير. فبالتالي نقله الاي 5 دايما بتكون نقله مفيده ليا، بخلاف ان انا بحمي الفيل بتكون مفيده ان انا شويه بحد من المساحه اللي بياخدها الابيض في جناح الوزير. ولكن بعد نقله الاي 5 انت بتستفزه كده، بيقول لك ايه يا عم، انا كده كده هلعب A3، لو سمحت امشي بالفيل بتاعك، تاكل فيل في حصان، انا باكل بالوزير وخلاص مفيش اي مشكله. ولكن في الموقف ده انا بكمل في الفخ بتاعي ان انا بلعب هنا A4 هات الوزير. طبعا دلوقتي انا طالب الوزير، ممنوع انك تاكل بالحصان لان الحصان حاليا لسه مربوط. ولو فكرت طبعا ما تقدرش تاكل بالوزير لاني باكل الوزير بتاعك. ولو فكرت انك ترجع بالوزير فخلاص انا ممكن افكر ان انا ارجع بالفيل. يعني مثلا لو رجعت بالوزير انا برجع بالفيل، مازال البيدق محمي، لاني لو كلت البيدق انا باكل بكش ملك الاول
والنقله اللي بعديها باكل الوزير. ولكن هو فين الفخ؟ الفخ ببساطه ان انا سايب لك الفيل ببلاش، فممكن تفكر انك تاكل وزير في فيل، ولكن المشكله ان هنا الوزير هيبقى خرج ولم يعد، لان في الموقف ده انا بنتشر بالحصان. لو سمحت هات الوزير بتاعك. فبتفكر هنا ان انا ما عنديش غير مربعين فقط، يا اما اجي من هنا يا اما اجي من هنا. ولكن لو جيت بالوزير من هنا هو بيجي بالرخ، خلاص الوزير بتاعي اتحبس. فلا، انا هاجي بالوزير من هنا عشان لو جالي بالرخ اغطي بالحصان. ولكن لا، انا في الاول بلعب لك نقله البي 6. لو سمحت هات الوزير. الوزير ما يقدرش يجي هنا طبعا بسبب الحصان، انت مضطر انك ترجع بالوزير في المربع ده، وساعتها انا بطلع بالرخ طالب الوزير بتاعك والوزير اتحبس. ولكن بتفكر ما عندكش حل تاني غير انك تاكل وزير في رخ، باكل بالحصان. وبنوصل للموقف ده انك انت خسران وزير مقابل رخ وفيل، فبالتالي انت تقريبا بس خسران بيدق. ولكن المشكله مش بس في البيدق، المشكله ان الوضع برضو بتاعك مش افضل حاجه، لان في الموقف ده انا مبدئيا طالب ان انا اكل البيدق اللي في مربع السي 4، هيبقى في فرق تقريبا بدقين. فبتفكر هنا انك تلعب مثلا نقله زي الاي 3 تدافع عن البيدق بتاعك، وفي نفس الوقت بتقول لي دلوقتي انا دافعت عن البيدق وما عندكش حل انك تدافع انت كمان عن البيدق. يعني مفيش فكره انك تلعب بيشوب دي 7 وتدافع عن البيدق. فبالتالي انا مطمن ان النقله الجايه هاكل حصان في بيدق وخلاص، كده هيبقى رخ وفيل وبيدق مقابل وزير، فبالتالي الماتيريال متعادل. ولكن في الموقف ده انا بطنش الكلام ده خالص وبلعب بيشوب بي 7، بنتشر بالفيل بتاعي. دلوقتي طبعا انا ضاغط على البيدق، ولكن هنا بيبدأ يفكر الابيض خلاص فرصتي الوحيده ان انا اكل حصان في بيدق، وكده خلاص وصلنا لموقف ان الماتيريال متعادل. ولكن في الموقف ده انا بكسب الدور عن طريق ان انا الاول بنط بالحصان، بقول له لو سمحت هات الرخ بتاعتك وكمان هات الفيل، انت مجبر انك تمشي بالرخ من هنا. وهنا انا بكسب بطريقه من اتنين. الطريقه الاولى هي ان انا ببساطه باجي بالفيل طالب الرخ، وخلاص الرخ ملهاش حمايه، فبالتالي انا بكسب الدور. او طريقه تانية كوميديه، وهي ان انا امشي بالوزير، اقول له لو سمحت هات الحصان بتاعك وكمان هات البيدق اللي في مربع الجي 2. يعني اول ما بتمشي بالحصان ساعتها انا باكل فيل في بيدق، تاكل بالفيل باكل بالوزير، وخلاص النقله اللي بعديها باكل الرخ وبرده كسبت الدور. فبالتالي بعد نقله الكوين بي 3 انا مطمن ان انا في الموقف ده بلعب A5، ولو لعب لي A3 بلعب A4. ولكن مش شرط برضو ان هو يحمي البيدق بنقله الكوين بي 3، لا، ممكن في الموقف ده يلعب كوين سي 2 نقله هاديه شويه، ويقول لك في وقت من الاوقات لو فكرت انك تاكل فيل في حصان فساعتها انا باكل بالوزير. هتكمل ازاي في الموقف ده؟ احنا اتفقنا ان احنا مش هنحفظ حاجه. انا هلعب هنا نايت اف 6، هنتشر بالحصان مسيطر اكتر على المربع ده. يكمل ان هو بيلعب مثلا نايت اف 3، بلعب بنفس الطريقه بي 6، يلعب اي 3، بلعب بيشوب بي 7، يلعب بيشوب اي 2. وهنا انا بكمل ان انا ببيت قصير، حتى الان مفيش اي نقله جديده. يكمل في الموقف ده ان هو يبيت قصير. وهنا في نقله مهمه جدا، اوعى في الموقف ده تنسى وتكمل بنقله الدي 6 في الخطه بتاعتك عادي. لا، امتى اكمل دي 6؟ لو كنت انا واكل مثلا فيل في حصان وهو واكل بالبيدة او واكل بالوزير، ساعتها العب دي 6. لكن دلوقتي لو انا لعبت دي 6 وناسي الفيل بتاعي بره سلسله البيادق، القاعده العامه ان الفيل دايما افضل حاجه ليه هو بره سلسله البيادق، ولكن في الحاله دي لا، مش افضل حاجه، لان الفيل هنا شبه اتحبس. فممكن تلاقي الابيض بيلعب نقله عبقريه، وهي انه يمسك الحصان ويرجع بيه ورا ويقول لك دلوقتي انا عايز العب A3 وبي 4، ويكون الفيل بتاعك اتحبس. فلا، في الموقف ده نقله مهمه جدا، اول ما تلاقي هنا الابيض بيت وفك الربط بتاع الحصان، خلاص الاول باكل فيل في حصان عشان اخلص من الحصان. حتى لو في الموقف ده هو بياكل بالوزير، ولكن انا ما عنديش مشكله، بس عشان الفيل بتاعي ما يتحبس. طيب بيكمل هنا ان هو بياكل بالوزير، بكمل ان انا بنط بالحصان بتيمبو، يعني كسبان عليه سرعه انتشار. بقول له لو سمحت هات الوزير بتاعك. البيادق بتاعتك بقت مظبوطه، ولكن في المقابل انت بتخسر وقت بالوزير. تكمل هنا انك تمشي بالوزير. وهنا انا بكمل ان انا بلعب روك اف 6، نقله ما شفناهاش في الامثله اللي قبل كده، ولكن دي خطه مشهوره جدا للدفاع الهولندي. وهي ببساطه ان انا عايز اجي بالرخ من هنا، وعايز لو مشي بالحصان اطلع له بالوزير مباشره، او لو ما مشيش بالحصان باجي بالوزير من هنا بعدين باجي بالوزير من هنا. وعندي افكار هجوميه قويه، بالاضافه اني لسه فكره الدي 6 نايت دي 7 نايت اف 6 لسه الافكار دي متاحه اول ما الرخه تتحرك من مكانها. بيكمل هنا الابيض ان هو بيلعب بي 3، يقول لك يا عم انا ماليش دعوه بيك. ودي معضله الافتتاح ده، ان هنا الابيض لو مش فاهم هو بسهوله جدا بيخسر الدور.
في ناس كتير هنا مش اقوياء بالابيض بسهوله جدا تلاقيه بيخسر الدور، حتى لو لاعب قوي ومش فاهم الافتتاح ده ممكن بسهوله يخسر الدور. بتكمل هنا انك بتلعب دي 6 بيشوب بي 2 بفكره ان هو ممكن في وقت من الاوقات يزيح البيضه يبقى طالب الرخه بتاعتك، ولكن هنا اول ما بيزيح البيضه انا بزيح البيضه وبقفل المركز، لاني دايما قفل المركز بيكون في مصلحتي، لاني انا لاعب F5 وعامل شويه اضعافات للملك، فبالتالي انا مش عايز افتح المركز. بالاضافه ان البيدق ده هيساعدني لو المركز مقفول ان انا اهاجم على الملك، زي ما شفنا الحصان، البيدق ده عامل نقطه ارتكاز للحصان، الحصان هنا بيهاجم، الرخ بتهاجم، انا مش عايز ازعاج في المركز. فبالتالي هو لو زاح انا بزيح، فهنا انا بلعب نايت دي 7 بكمل انتشار، وهنا هو بيلعب نايت اي 1. طيب ايه الفكره من نقله النايت اي 1؟ هو عايز بسرعه يخلص من الحصان الرخم ده، لان هو تعالوا نفترض ان هو ما لعبش نايت اي 1، فخلاص انا بكمل في نفس الخطه ان انا باجي بالرخ، باجي بالوزير وببدا ان انا اكمل هجوم. ممكن كمان افكر ان انا العب جي 5 جي 4 اطرد الحصان بعدين اكل وزير في بيدق، فبالتالي الهجوم مكمل بيك او من غيرك، انا الهجوم كده كده مكمل. فبيبدا يفكر الابيض هنا ان هو ازاي يحل المشاكل دي، بيفكر ان هو يلعب نايت اي 1 يرجع بالحصان ويحاول ان هو يلعب في وقت من الاوقات نقله الاف 3 ويطرد الحصان. ولكن هنا انا بكمل في الخطه بتاعتي، يعني انا تقريبا بتجاهل تماما الابيض وبكمل برضه في الخطه بتاعتي. بلعب هنا روك اتش 6. ايه الفكره من روك اتش 6؟ خلاص هو مشي بالحصان، فبالتالي دلوقتي انا عايز اجي بالوزير والهجوم هيكون قوي جدا. يعني مثلا لو فكر هنا الابيض ان هو يلعب مثلا نقله زي الاف 3 ويحاول ان هو يطرد الحصان مباشره، فالنقله دي مش بتنفع لان خلاص الهجوم قوي، انا ان شاء الله حتى بسيب لك الحصان ولكن داخل بالوزير وبالرخ، وكمان الفيل بيساعد في الهجوم. دلوقتي انا طالب ان انا اكل وزير في بيدق، ولكن المشكله الوحيده ان وزير في بيدق مش كش مات. فهنا بيفكر الابيض ان هو يقول لك يا عم انا ما عنديش مشكله، انا باكل الحصان، ايه اللي عندك؟ ولكن اللي عندي هو ان انا اكل وزير في بيدق بكش ملك، اجبر الملك ان هو يجي لي في العمود، ودلوقتي انا بفتح العمود ان انا باكل بيدق في بيدق بتيمبو كسبان انتشار. بقول له لو سمحت هات الوزير بتاعك، واول ما بيمشي بالوزير كده انا مشغل الوزير في الهجوم، مشغل الرخة في الهجوم، الفيل كمان شغال في الهجوم، الحصان لسه ولكن يعني في نقلتين بيشتغل في الهجوم، ولكن دلوقتي بشغل تقريبا اخر قطعه في الهجوم، باجي بالرخ بكش ملك، الملك خلاص اتحبس، انت ما عندكش حل غير انك ترجع لي الماتيريال اللي انا كنت خسرانه، بالاضافه ان لسه الهجوم مكمل. فبالتالي نقله منطقيه في الموقف ده انك تلعب اف 3 تحاول انك تطرد الحصان، النقله دي مش متاحه. فهنا بتبدا تفكر ازاي امنع المصيبه اللي هتحصل دي، وهي ان الوزير هيجي هنا هيبقى طالب الكش مات، ازاي امنع المصيبه دي؟ فبتفكر انك تلعب هنا نقله الجي 3، ولكن حتى نقله الجي 3 بشكل مؤقت انت منعت ان الوزير يجي من هنا، ولكن الهجوم مش بيقف، لاني انا ممكن افكر ان انا اجي بالوزير من هنا، ممكن افكر ان انا الف بالوزير واجي من هنا، كده كده الوزير بيخش في الهجوم. في الموقف ده انا بيكون عندي دايما اختيارين، الاختيار الاول هو نقله الكوين اتش 4 مباشره. الكوين اتش 4 في حالات كتير بتخلص الدور، ولكن للاسف في الموقف ده مش بتخلص الدور، ولكن مهم تبقى عارف التكتيك ده. جايب الوزير، لو سمحت هات الكش مات، فبالتالي انت مجبر انك تاكل، واول ما بتاكل ساعتها انا باجي بالرخ بكش ملك، مضطر انك تمشي بالملك من هنا، وساعتها انا باكل حصان في بيدق كش مزدوجه، ودي كش مات، يعني كش بالحصان وكش بالفيل، فبالتالي ما ينفعش ان هو يغطي لان كش بالحصان، فبالتالي دي كش مات. ولكن للاسف في الحاله دي الكش مات مش بتنفع، لان في الموقف ده هو مش مضطر ان هو يخش بالملك، لا هو في الموقف ده ممكن يغطي بالحصان. ولكن التكتيك ده كان هينفع لو كان الحصان، تخيلوا ما رجعش من هنا، لو كان الحصان رجع من هنا، يعني الحصان ده لو كان واقف هنا كان خلاص هو اجباري يخش بالملك، وساعتها حصان في بيدق كش مات. فمهم جدا تبقى عارف التكتيك ده، ولكن في الموقف ده التكتيك ده مش متاح. في الموقف ده افضل نقله للاسود هي انه يلعب كوين جي 5، خلاص الوزير دخل في الهجوم، دلوقتي انا عايز كمان الف الحصان ادخله في الهجوم، ادخل الوزير من المربع ده في حمايه الحصان بتاعي، عايز اكمل في الهجوم بتاعي. فبالتالي افضل نقله هي الكوين جي 5، ولكن في الموقف ده مفيش حاجه اسمها افضل نقله لازم العبها، لا في الموقف ده كمل هنا الاسود ان هو ما لعبش كوين جي 5 ولكن لعب كوين اي 8. النقله دي فكره تانية ومتاح ان هي تتلعب، ولعبها هنا الاسود وكسب الدور. ازاي الاسود كسب الدور؟ تعالوا نشوف. كمل هنا الابيض ان هو لاعب بيشوب اف 3 عايز يخلص من الحصان ده، كمل الاسود ان هو لاعب نايت اف 6 بيدافع عن الحصان،
بيكمل ان هو بيلعب بيشوب جي 2 بفكره ان هو بيحاول بسرعه يدخل قطع اكتر للدفاع عن الملك، فبالتالي ملكه هيكون في امان. ويبان هنا للوهله الاولى ان فعلا الملك في امان، يعني انا لسه الوزير ما دخلش يعتبر في الهجوم، في حصان من هنا، ولكن الرخ لسه محتاج ان انا اجي بالوزير عشان اهاجم. ولكن في الموقف ده الدور بيخلص مباشره ان انا باكل رخ في بيضه، بضحي بالرخ بتاعتي بفكره ان هو بياكل بالملك اجباري. ساعتها انا بنط بالحصان بكش ملك، بيكمل ان هو بيرجع بالملك، وهنا انا باجي بالوزير. لو سمحت دلوقتي انا طالب ان انا اديك كش مات، هتدافع عن الكش مات دي ازاي؟ ما عندكش اي حل غير انك ترجع بالحصان بفكره انك خلاص منعت الكش مات. ولكن هنا انا هدفي الوحيد هو ان انا اخلص من الحصان ده، حتى لو هضحي بقطعه، ولكن الحصان ده لو مشي باي شكل خلاص انا بدي كش مات. فهنا عشان اشيل الحصان ده انا محتاج ان انا اهدده بالفيل. فهنا انا محتاج ان انا امشي بالحصان بتيمبو، يعني امشي بالحصان مهدد حاجه. فبمشي بالحصان طالب الوزير، لو كلتني باكل الحصان طالب ان انا اديك كشمات. هنا كمل الابيض ان هو مشي بالوزير، ولكن مش هتفرق لاني في الموقف ده كده كده باكل الحصان، ممنوع انك تاكلني والا بديك كش مات. فقرر هنا الابيض ان هو يوسع للملك، ولكن بعد الكش ملك مشي بالملك، كش ملك مشي بالملك، وكمل هنا الابيض ان هو لعب نايت اي 4، نط بالحصان اللي كان متهدد. كل القطع ما زالت مشاركه في الهجوم، طالب ان انا امشي بالوزير بكش ملك، بعدين اكل وزير في بدأ بكش ملك. ففي الموقف ده خلاص الكمبيوتر بيقول لك كش مات في 3 والاسود بيكسب الدور. ولكن مش شرط اصلا اني من بدايه الدور هو يخرج بالحصان وساعتها انا باجي بالفيل ربطه. تعال نفترض ان هو اجل انتشار الحصان. ازاي؟ يعني مثلا هو بدأ الدور بالدي 4، انا لعبت له اف 5، لاعب سي 4، لعبت اي 6، وهنا هو ما لعبش نقله النايت سي 3، ما انتشرش بالحصان هنا، ولكن لعب نايت اف 3. طيب انا الخطط كلها بنيها ان انا بخرج بالفيل من هنا وباكل فيل في حصان. طب هو اجل انتشار الحصان، انا في الحاله دي بعمل ايه؟ ببساطه انا ببدا ان انا كمان ااجل انتشار الفيل. ازاي؟ ان انا بنتشر بالحصان، بلعب بي 6، بنتشر بالفيل واستنى لحد ما ينتشر بالحصان وبعدين اخرج بالفيل ربط الحصان. هنا مثلا بلعب نايت اف 6، خلاص لو انتشر بالحصان مباشره خلاص ساعتها انا بخرج بالفيل، اول ما بينتشر بالحصان انا بخرج بالفيل. طيب لو حمى انا ما عنديش مشكله، اما لو لعب مثلا نقله زي الاي 3 فساعتها خلاص انا باكل فيل في حصان عشان ابوظ له البيادق، بعدين العب بي 6، بعدين بيشوب بي 7، بعدين في الموقف ده ممكن افكر ان انا ابيت او ان انا انط بالحصان، لو سمحت هات البيدق، يلعب كوين سي 2، بعدين بكمل ان انا ابيت نفس الكلام هو بدون اي حفظ. وفي الموقف ده نقله متكرره ان هو يلعب اي 4، عايز يزيح البيدق تاني، وساعتها يحاول ان هو يفتح العمود ده، فبالتالي ممكن يبقى عنده افكار للهجوم على جناح الوزير. ولكن في الموقف ده انا عندي نقله قويه استبعدناها من شويه ولكن هي متاحه في الموقف ده. بعد نقله الاي 4 هو عايز يزيح البيدق، فهنا انا بلعب نقله قويه وهي نقله النايت سي 6، بنتشر بالحصان، ممنوع انك تزيح البيدق والا ساعتها انا باكل بالحصان. بالاضافه ان انا النقله الجايه بفكر ان انا انط بالحصان من هنا، ممكن كمان عندي افكار ان انا اضغط على البيدق، ان انا في وقت من الاوقات ممكن اجي بالفيل ضاغط اكتر على البيدق. يعني بعد نايت اي 5 بلعب بعديها الاول سي 5، بعدين باجي بالرخ، بعدين ممكن اكل بيدق في بيدق ياكل بالبيدق، بعدين باكل حصان في بيدق. دي الافكار اللي بتكون عندي، ان انا احاول ان انا افتح العمود ومعايا الحصان بيهاجم، معايا الرخ بتهاجم، فبالتالي البيدق ده بيكون اضعاف وابدا ان انا اضغط عليه. ولكن مشكله نقله النايت سي 6 اللي خلينا ما نلعبهاش في التفريعات اللي فاتت، ان انا لما خرجت بالحصان من هنا في الحالات الطبيعيه كنت بخرج بالحصان من هنا، اللي خلاني اخرج بالحصان من هنا ان انا قفلت دلوقتي على الفيل، فهو ممكن يفكر ان هو ياكل فيل في حصان، اكل بالبيدق ياكل بالوزير. ولكن في الموقف ده انا عامل له فخ، لان في الموقف ده انا ممكن هنا اكمل ان انا امشي بالحصان، لو سمحت هات البيدق، وكمان انا ضاغط على الحصان بتاعك، فبتفكر انك تمشي بالوزير عشان تدافع عن البيدق. وهنا انا ممكن افكر ان انا اكل فيل في حصان، تاكل بالبيدق اكل بالرخ، وساعتها بسترد البيدق ودوري طبعا كويس. او ممكن كمان افكر ان انا امشي بالفيل من هنا والنقله اللي بعديها باكل البيدق، ان انا هبقى ضاغط على البيدق، لاني بعد ما بمشي بالفيل بيرجع بالحصان بلعب دي 5 وبستغل الربط وبكسب البيدق برضه. ولكن في الموقف ده عندي نقله تخلص الدور وهي رخ في حصان مباشره اول ما بياكل. وهنا دي نقطة مهمة جدا اتكلمت عليها في كورس فن الهجوم في الشطرنج، اني مش شرط ان هنا الرخ اقوى من الحصان ان انا اكل الاول الرخ اقوى من الفيل ان انا الاول اكل بالفيل، لا.
في الهجوم ساعات بيكون قيمة القطعة مختلفة. يعني هنا الفيل بالنسبة لي هو الأهم في الهجوم، فعلا عامة في الدور الرخ أقوى من الفيل، ولكن في الموقف ده الفيل هيساعدني في الهجوم أكتر. فالنقلة المنطقية هي إن أنا آكل بالرخ. طبعا الكورس الكامل هسيب لك الرابط بتاع الكورس في أول كومنت. كورس فن الهجوم ده مبدأ من مبادئ الهجوم في الشطرنج، اني وانت بتهاجم قيمة القطع بتختلف. هنا الفيل بالنسبة لي اهم من الرخ، فهنا الصح ان انا باكل رخ في حصان، ياكل بالبيدق، بعدين بمشي بالوزير بكش ملك، بعدين باكل فيل في بيدق وبديك كش مات. ولكن تعالوا نفترض النقلة العملية بقى ان هو بعد نقلة الدي 4 انا بلعب اف 5 لعب سي 4 لعبت اي 6. في الموقف ده هو اجل انتشار الحصان، انا انتشرت باي قطعه من القطع بتاعتي، واول ما انتشر بالحصان انا خرجت بالفيل. ولكن في الموقف ده هو ما لعبش كوين سي 2، ما لعبش كوين بي 3، ما لعبش اي 3، ولكن لعب بيشوب دي 2. نقله منطقيه. عايز النقله الجايه يلعب اي 3 يطرد الفيل بتاعه، واول ما ياكل بالفيل والبادئ بتاعته سليمه. ساعتها انا بكمل ان انا ببيت، بيلعب اي 3 باكل فيل في حصان، ياكل بالفيل، بعدين بلعب بي 6 عايز انتشر بالفيل، نفس الكلام بدون اي حفظ. بيكمل ان هو بيلعب اي 3 بنتشر بالفيل، بيلعب مثلا نقله زي البيشوب اي 2 بنتشر بالحصان، طالب ان انا في وقت من الاوقات ممكن اكل حصان في فيل وابوظ له البيادق. ولكن في الغالب بيكمل هنا الابيض ان هو بيحمي الفيل اذا كان بالرخ او اذا كان بالوزير، يلعب مثلا كوين سي 2. ولكن هنا انا بكمل في نفس الفكره ان انا بلعب دي 6 عايز انتشر بالحصان، عايز انتشر بالحصان او عايز اجي بالرخ والف اللفات بتاعتي. بيكمل ان هو بيبيت قصير، بلعب نايت دي 7، بيلعب هنا النايت دي 2 عايز يطرد الحصان بتاعه. ولكن لما مشي بالحصان المشكله برضو ان هو سمح ان الوزير بتاعي يخش في الهجوم. بكمل هنا ان انا بلعب كوين جي 5 ضاغط على البيدق اللي في مربع الجي 2. دلوقتي انت عندك مشكله. دلوقتي انا التهديد بتاعي ببساطه هو انك لو لعبت اي حاجه وليكن مثلا انك مشيت بالرخ، فخلاص انا ببساطه باكل حصان في حصان، تاكل باي حاجه، بعدين باكل وزير في بيدق بكش مات في حمايه الفيل. فبالتالي بعد نقله الكوين جي 5 ممكن تفكر انك ترجع بالحصان، ولكن خلاص لو رجعت بالحصان انا ممكن امشي بالوزير، عايز العب جي 5 وازيح البيدق واكمل في الهجوم بتاعي. ولو فكرت انك تلعب نقله تانية وليكن مثلا نقله الاف 3 تطرد الحصان، المشكله اف 3 خلاص انت سبت البيدق اللي في مربع الاي 3 بكش ملك، باكل بكش ملك، تمشي بالملك، خلاص انا اوريدي كسبت بيدق. وفي الموقف ده انا عندي نقله بتخلص الدور، ممكن برضو تكتبها لي في الكومنتات لو انت وصلت لها نقله بقدر ان انا ادي له كش مات في كام نقله. ولكن طبعا نقله الاف 3 برضو نقله مش كويسه. ممكن يفكر هنا ان هو يلعب بيشوب اف 3، يحاول ان هو يربط الحصان، والنقله اللي بعديها ياكل فيل في حصان، بفكره ان انا لو كلت حصان في حصان فهو بياكل فيل في فيل. ولكن افضل نقله بالنسبه لي فعلا هي ان انا اكل حصان في حصان ياكل فيل في فيل، وهنا انا باكل الرخ بتاعته. دلوقتي انا اكلت الرخ، لو انت اكلت الحصان بتاعي انا بمشي بالرخ ببقى كسبان فرق وبكسب الدور. فبالتالي انت مجبر انك تاكل الرخ بتاعتي زي ما انا اكلت الرخ بتاعتك. وهنا انا بكمل ان انا باكل حصان في بيدق، طالب الوزير، تكمل انك ما عندكش حل تاني غير انك تاكل بالبيدق، وساعتها انا باكل وزير في بيدق بكش ملك، والنقله اللي بعديها باكل الفيل، وفي الموقف ده انا كسبان بدقين وبكسب الدور. لو عايز بقى تتفرج على الدرس الاول المجاني من كورس فن الهجوم في الشطرنج لانه طبعا هيساعدك في الافتتاح ده، فممكن تتفرج على الفيديو ده. متنساش تعمل لايك، اللايك بيساعد المحتوى الشطرنجي بشكل عام ان هو ينتشر بشكل افضل. اشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.